السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ميربيلا. في إطار شهيوات عيد الأضحى المبارك، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير المروزية اللي كتجي معلكة ولذيذة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا ديال اليوم، عندنا هنا اللحم ديال الغنمي. استعملت انا بالنسبه للمروزيه كنستعمل العنقره، طريفات ديال العنقره، وكميه ديال اللحم كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. هنا عندها تقريبا واحد 2 كيلو 700. بالنسبه للعطريه عندي الخرقوم البلدي، البزار، سكنجبير، القرفه، الملح، الثومه محكوكه. الثومه انا هنا عندي 8 ديال الضريسات ديال الثومه، حيت ما كنستعملش البصله في المروزيه، كندير غير الثومه بوحدها، يكونوا محكوكين او مدقوقين. عندنا الزعفران شعره، التوابل ديال المروزيه اللي كنصاوبهم انا على يديا. يعني الا بغيتو نشارك معكم الطريقه ديالي ديال المروزيه خلوها لي في لي كومونتير ونشاركها معكم، كتجي رائعه بزاف. عندي واحد الكميه ديال اللوز، هنا تقريبا عندي واحد 130 غرام ديال اللوز. الزبيب انا كنستعمل هذا الزبيب كحل، هو اللي كيعجبني. يمكن تستعملوا البيض، المهم على حسب نتوما الذوق ديالكم اشنو كيعجبكم. وما كنديرش انا كميه كثيره حيت الدراري عندي ما تيعجبهمش. يعني عندي تقريبا هنا واحد 100 غرام، واحد 4 المعالق ديال العسل الزمزمي. من الاحسن تستعملوا عسل اللي يكون نوعيه جيده، ما ديروش السكر، يعني ديروا العسل ويكون نوعيه جيده. وعندي زيت المائده وزيت الزيتون. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نوجدوا التتبيله ديال اللحم او التتبيله ديال المروزيه. غادي ناخذوا شي جبانه ولا شي باصين اللي غادي نوجدوا فيها. غادي نديروا الخرقوم البلدي، كنديروا شويه بالزيت باش كيعطينا حتى اللون، حيت ما كنستعملوش الملون الغذائي. سكنجبير، العطريه اللي كتبقى على حسب الكميه ديال اللحم، يعني اللي غيدير نص كيلو ماشي هو اللي غيدير كيلو، اللي غيدير كيلو ماشي هو اللي غيدير 2 كيلو. المهم نتوما عينكم ميزانكم. شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير. البزار غادي ندير واحد طريقه تقريبا واحد 4 معالق ديال البزار. المروزيه هنا راه عابره 2 معالق كبار بالنسبه ل 2 كيلو 700 ديال اللحم. يعني نتوما الا غادي ديروا كيلو ديال اللحم ديروا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العطريه المروزيه. من الاحسن تطحنوها على يديكم باش كتعطيكم ديك النسمه زوينه، وكتكون العطريه جديده. كل ما كانت العطريه جديده كل ما كتجينا ديك المذاق الرائع. القرفه، الحاجه اللي كتكون هكا معسله كتبغي لينا القرفه. غادي نزيد ثومه مدقوقه. قلت لكم انا المروزيه ما تنديرش فيها البصله نهائيا، كندير فيها غير الثومه تكون محكوكه ولا مدقوقه. هنا كي قلت لكم درت تقريبا واحد 8 ديال الضروس ديال الثوم. نجي ندير الملح، كندير الملح في هاد التتبيله اللي غادي نديرو. في الاخر ضروري كتذوقوا، ومني كتكون خاصكم يعني في المريقه كتذوقوها. الا بانت لكم اللحم خاصها الملح راه غادي تزيدوا. وغادي نزيد دوك الشعيرات ديال الزعفران الحر. غادي نضيف الماء وكنخلط. هذاك الزعفران الشعره راه مع الماء غادي يطلق لينا، غيعطينا المذاق واللون. يمكن لكم ترقدوه يعني قبل في الماء عاد باش تضيفوه، ولا كاين اللي كيخليه حتى يعني كتخليوه كتصهدوه شويه وعاد باش تضيفوه في الاخر. انا كنفضل نعطر به في الاول، يعني ندير التتبيله من الاول. كنزيد داك الكاس ديال الماء صافي، وكنبدا نشرمل طريفات ديال اللحم ديالي. كنحك عليهم ديك العطريه مزيان باش كيتنسموا ليا هكا. هي ضروري تحكوهم مزيان بالعطريه باش كيتنسموا، وكتجينا ديك اللحمه تيجيونا شاربين العطريه ديالهم. بالنسبه للمروزيه يعني هي في العاده كتوجد، يعني بالنسبه اللي غادي يستعملها هي في عيد الاضحى ولا من غير عيد الاضحى، كتشرملوها ليله قبل. يعني كتصاوبوا لها الشرموله ديالها، كتشرملوها وكتخليوها واحد 24 ساعه، يعني ليله كامله حتى كتشرب ليها ديك العطريه. كديروها في الثلاجه وكتخليوها ليله كامله
تشرب لينا العطريه. الا كنتو هكا زربانين بها كتخليوها تشرب العطريه واحد 3 حتى 4 ديال السوايع صافي. من بعد وكطيبوها. دابا انا غادي نشرب لها، انا زربان عليها يعني ما نخليهاش ليله كامله، غادي نخليها تقريبا واحد 4 ديال السوايع في الثلاجه حتى تشرب ليا العطريه مزيان. من بعد عاد باش غادي نردها طيب. بسم الله على بركه الله. من بعد ما كنخليو اللحم ديالنا تشرملات كي قلت لكم كنخليوها واحد ليله كامله يعني 24 ساعه، وتخليوها اقل حاجه 4 ديال السوايع باش تشرب لينا ديك العطريه. كناخذوا شي طنجره ولا كوكوط، واخا تستعملوا الكوكوط ما تسدوش عليها، يعني هي في المعروف عليها في الوصفه الزمانيه ديال المروزيه كنستعملوا الفاخر، يعني كطيب على الفاخر وعلى نار اللي تكون مهيله باش كطيب على خاطرها. انا غادي نستعمل الكوكوط ولكن ما غاديش نسد عليها، يعني ديروا الطنجره ولا كوكوط وما تسدوش عليها، يعني غتغطيوها ماشي غتقفلوا عليها الكوكوط. كناخذ الكوكوط كندير فيها الطريقه ديالنا ديال اللحم. بحال هكا. هذيك الشرموله اللي كتبقى عندنا كنضيف عليها الماء اللي غادي نروي به. انا كندير الماء يكون سخون، يعني ما كنرويهاش بالماء بارد، كندير الماء يكون سخون. غادي نضيفو على هاد العطريه وغادي غادي نغطي على اللحم ديالنا بالماء كي قلت لكم الماء يكون سخون. غادي نخليها حتى تطلع الغليه، عاد باش غادي نزيد زيت الزيتون وزيت المائده. يعني هي في المعروف على المروزيه ما كدارش فيها الزيت، يعني الوصفه القديمه كدار شحمه ديال الكلوه هي اللي كدار فيها باش كتبقى محافظه عليها بحال الطريقه ديال الخليع، باش كتبقى محافظه لنا على ديك اللحم. يعني في شحال هذه ما كانتش الثلاجه باش كتبقى ديك اللحم هذيك عندنا مده طويله. دابا كاين في الثلاجه كاين كونجيلاتور باش الناس زعما الا داروا المروزيه بكميه كثيره يحافظوا عليها. لهذا ولينا كنديروا زيت المائده وزيت الزيتون في العوض ديال الشحمه ديال الكلوه. اما هي الوصفه الزمانيه القديمه كانت كدار الشحمه ديال الكلوه هي اللي كنضيفوها عليها. منين كتخليوها بحال دابا على جنب، ملي كطيب المروزيه وكتبقى على جنب ديك الشحمه كدير عليها واحد الغطاء وكتبقى محافظه لنا على دوك اللحيمات. دابا غادي نخلي الطنجره ديالنا او الكوكوط ديالنا نخليها تطلع ليها الغليه، عاد باش غادي نزيد زيت المائده وزيت الزيتون وغادي نطيبها على عافيه تكون متوسطه. من بعد ملي كتطلع الغليه كنضيف الزيت بالنوعيه ديالها، تقريبا واحد الكاس صغير. غادي ندير زيت المائده وزيت الزيتون وكتخلطوا بيناتهم بجوج صافي. وغادي نغطي على الطنجره ديالنا او الكوكوط ديالنا ونخليه يطيب على عافيه متوسطه. كاخر مرحله من بعد ما كطيب لينا اللحيمه ديالنا، ها هي راه طابت وبقات عندي واحد شويه ديال المريقه، يعني بقى تقريبا واحد 15 ولا 10 دقائق وغادي نطفي عليه. في هذه المرحله هي فاش غادي نزيد الزبيب. بالنسبه للزبيب باش دغيا تيطيب ما كيشدش ليا الوقت، كندير له واحد تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء سخون، كنخوي عليه الماء سخون وكنخليه حتى كيطاب على خاطرو. من بعد كنصفيه وغادي نضيفو على المريقه. كي قلت لكم الزبيب كيبقى على حسب الاختيار، يعني بغيتو ديروه كثير بغيتو ديروه قليل، ما كنكثروش بزاف صافي. كندير الزبيب. بالنسبه للوز ها هو راه حمرته انا. كان هذا اللوز باش كتجيكم التحميره ديالو زوينه كتديروه في الزيت اللي تكون بارده وتخليوه على عافيه مهيله حتى كيتحمر، باش كله كيتحمر لكم في خطره، ولا كدهنوه بالزيت وكتدخلوه الفران صافي. الطريفات ديال اللحم غادي نعاود حيدتهم باش ديك المريقه ندير عليها نيشان الزبيب. غادي نعاود نستفهم هكا كتشوفوا هي اللحمه
راها طيبه، راها فتيه. غادي نزيد داك العسل، كي قلت لكم العسل يكون نوعيه جيده. غادي نزيد العسل، نديرو من الفوق هكا صافي. وغادي نخليه هذا. بالنسبه للطنجره ما غاديش نغطي عليها، يعني غادي نخليها هكا، غادي نغطيها النص، نخليها معريه باش يطيب لينا داك الزبيب. وهذيك والمريقه توقف على الزويته ديالها. من بعد مني غيطيب لينا الزبيب وغادي يوقف لينا المرقه على الزويته ديالها، نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. المروزيه على حقها وطريقها كتجي رائعه بزاف، واقفه على الزويته ديالها، كتجي معلكه ومحمره كي كتبان لكم اللحيمات كيجيو محمرين وفي نفس الوقت راه طايبين زبده. بالنسبه للتزيين زينت باللوز اللي كنقليوه في الزيت ولا ندهنوه بالزيت وندخلوه الفران، كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كي كتشوفوا داك الزبيب راه كيجي معلك وكيجي معسل. صدقوني جربوها بطريقتي غادي تعجبكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم كما العاده. ما تنساونيش من لايك ديالكم، التعليق ديالكم وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد ديال القناه. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.